اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. بنقول المثل ده واحنا منعرفش اصل حكايته ايه، وان اصل حكايته مرتبط بملك عظيم في احد البلدان، كان عايز يبني بيت من ازاز فوق تل كبير. فلما بدأوا العمال يبنوا لقوا كمية هائلة من الطوب والحجارة في المكان اللي هيبنوا فيه القصر، فأمرهم الملك إنهم يرموا الحجارة من فوق. ولسوء الحظ إن كان تحت التل ده في قرية صغيرة بيعيش فيها مجموعة من الناس البسطة، فضلوا يشتكوا ويبعتوا شكاوي للملك ولا حياة لمن تنادي ومحدش سأل فيهم. وكمل الملك بنى البيت اللي من ازاز او القصر اللي من ازاز، ويا دوبك خلصوا مباني القصر جت الفترة بتاعة هجرة الطيور، وجت مجموعة كبيرة قوي من الطيور عايزة تبني أعشاشها في المكان اللي وصلوا له بعد الهجرة، فبدأوا ياخدوا من الحجارة دي ويمشوا فوق القصر الزجاجي بتاع الملك. فطبعا كان بيقع منهم طوب وأحجار وورق، فالحجارة دي لما وقعت على قصر الملك كسرته وجابته على الأرض. ومن هنا جت المقولة الشهيرة بتاعت اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. وخد بالك لا يكون بيتك من إزاز وبتحدف الناس بالطوب.